قبل لا نكتشف المرض ممكن بخمسة ست شهور تعهدتني وياها، قلت لها لو متي نعاهدك اني مش هنتجوز عليك، لكن عاهديني نموت ما تتجوزيش على صغاري، ما تجيبي لهمش اب او زوج ام. يعني هي على اساس بتصبرها، فانت عاد عشت عاد الدور حتى انت ده ويعني زمان زمان وعشت. قبل نكتشف المرض، نعم. قبل. فالمدة اللي فاتت اللي دمرني أكثر. قالت لي لو متت الله الله في بناتي تجوز عليها، تجيب لهم مرة تخاف على البنات. أولا أي مرض ضد الضرر. بالنسبة لي أنا هذه حصري، إن شاء الله ربي يطول في عمرها ويمد في عمرها، لكن إن وفاها الأجل المحتوم استحالة 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 وسجلوها علي إني نتزوج عليها مرة أخرى حية أو ميتة. ربي ما ينظر لك فيها يوم سوي يا حاج علي، وان شاء اي الله بالعكس، والله. ان شاء الله تجربة تعدي. هي الان في مرحلة العلاج ما زالت مستمرة ولا تشافت من المرض يا حاج علي؟ هو بالنسبة للمرض طبعا تعدى مرحلة الصدر ودخل في مرحلة الأنسجة. ما زال لي شهر خمسة، نهاية شهر خمسة عندنا التقييم الثالث. لو إن انحسر العلاج المرض وانسحب خارج الأعضاء وخارج الأماكن التي لا يمكن استئصالها، فبنديروا عملية استئصال. ولو ما استمر قدام لأنه هو غازي وخطير، أنا لن أسمح إني نعذبها بالموس وعيني حية. إذا كان هو ما فيش أمل، يعني إن إحنا المفروض نقطعوا الراس يبسوا العروق، هم بيقصوا الديل بس والراس قاعد سارح، فما نبيش نتعبها بس شنو الحل هو يا حاج علي؟ هو بجراحات الاستئصال من وين يعني؟ هل يعني انت ممانع انه يصير استئصال وهو في جزء منه ما زال موجود في جسدها؟ هذا اللي تقصده انت؟ هذا اللي نقصده، لأنه هو انطلاقها من الصدر وتغلغل في القفص الصدري. القفص الصدري مستحيل يستأصله، فهي عملية زايدة، عملية يعني ملهاش لازمة أصلا خلاص. يعني راس الأفعى داخل القفص الصدري والديل قاعد في الصدر، يعني ليش نحارب فيها ونحرم فيها من إنها أو تشوف إنها مستقصدين منها أعز أنوثتها، أنوثة المرأة هي مرأة. فيعني الخيارات البديلة يا حاج علي الآن شنو اللي موجود عندكم؟ شنو الخيارات اللي أنتم اخترتوها مع بعضكم؟ خيارنا واضح وصريح. أولا الاعتماد على القوي الجبار. ثانيا نعم. عدم التراجع، عدم الاستسلام حتى آخر نفس. الحمد لله متفقين عليه. اليوم مبشركم من أيام ما يقدرش تتحرك، اليوم ها نفسيتها طيبة، دلع. اليوم اخذت لها سندوتش كباب لأنها ممنوعة مسكين عليها، لكن تحت استشارة الطبيب يوسف والدكتورة كلثوم في مستشفى شارع الزاوية قسم الأورام، الله يرحم والديهم. طبعا أنا أتواصل معهم شبه يومي وما قصروش. يعني تخيلوا دكتورة الدكتورة كلثوم ثالث يوم زفتها اتصلت بيا، ثالث يوم تطمن على زوجتي واختي وخيتي وتتابع فيها. تخيلوا عروس 3 ايام تتصل برجل من اجل مريضة عندها. نحييها ونحيي كل بناتنا اللي يشتغلوا بقلب ورب و... والحمد لله. احنا ماناش متوقعين الموت، اللي بيموت بيموت بأجله ما يموتش بالمرض. اللي ماشيين به قلت لك لا رجوع إلى الأمام. ما دام الجسم يتحمل، ما دام الجسم يتحمل الكيماوي ما زال بنعطي كيماوي بموافقتها وبإرادتها وبرغبتها، لأن تعهدنا أن احنا لا رجوع. قلت لك احنا القاعدة اللي ماشيين بها خسرنا معركة باكتشاف أن الورم دخلها، لكن ما خسرناش الحرب. الحرب ما زال مستمر. ممكن بكرة تموت بصعق كهربائي من فريز من ثلاجة، مش حتموت بالورم.
ممكن أنين نموت وهي تقعد حية. أنت أي حد، ربي قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم لميتون، وقالنا نحن كمسلمين قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالموت بلا جال والعمر بيد الله، لكن لا رجوع، لا رجوع.